فأنا دورتكم على القصص الحقيقية، والحقيقة أنا قريت القصة بالألماني لكن هحكيها لكم. طبعا احنا نعرف بابا نويل، لكن بابا نويل هو رمز للقديس نيكولاوس. القديس نيكولاوس اتولد سنة 270 ميلادية، وكان مسيحي من أسرة مسيحية من مدينة باتارا، والمدينة دي كانت في إحدى مقاطعات آسيا الصغرى. والديه كانوا أغنياء من التجار، وسموه نيكولاوس، واسم نيكولاوس في هذا الزمن وفي هذه اللغة معناه المحارب للشر والفاعل للخير. أبوه اسمه إبيفانيوس وأمه اسمها تونا، وكانوا إلى جانب الغنى عندهم الكثير من مخافة الرب، وما كانش عندهم أولاد. ولما كبروا ربنا اتحنن عليهم في كبارهم ورزقهم بهذا القديس اللي هو القديس نيكولاوس. والديه علموه الخير، محبة، مساعدة الفقراء والمساكين، ونشأ في الكنيسة. ومن 5 سنين ابتدى يتعلم العلوم الكنسية وبقى شماس. لما كبر اترهبن وعاش حياة النسك والجهاد والفضيلة، واترسم كاهن في سن 19 سنة. كان ليه جار من النبلاء، ولكن هذا الجار الدنيا جارت عليه ففقر، وبقت حالته يعني بؤس. عنده كان 3 بنات في سن الجواز، لكن للأسف محدش كان عايز يتجوزهم لأنهم فقراء وبقوا فقراء. فالراجل النبيل ده يعمل إيه؟ يفكر إنه يجمع بناته ويدفعهم للشارع عشان يشحتوا، لأنهم لو ما شحتوش مش هيقدروا ياكلوا ومش هيقدروا يعيشوا. هو بيقول لهم الكلام ده، هو جامع أولاده. القديس نيكولاوس سمعهم لأنهم كان جارهم الحيط في الحيط. سمع الكلام ده، لما 3 سرر فلوس وحطهم في كيس، وراح بالليل وفي السر رماه من الشباك لبيت هذا النبيل اللي افتقر حاله. طبعا فرح الراجل ده جدا واخد الفلوس وشكر ربنا جدا انه مش هيقدر يخلي بناته تشحت. بعد كده باع نيكولاوس بيت ابوه واتنقل للعيش في بلد ده اسمها ميرا. ميرا دي كانت بقى بلد كبيرة مطلة على البحر وفيها كرسي الأسقفية. طبعا انتشرت أعمال الخير بتاعته. بعد وفاة أسقف ميرا وهو راهب تم اختياره أسقف ليها لأعماله الجليلة، وكان بيعمل عظات وصلوات مع الناس وجمعهم، وكان ليه محبين، وأصبح ليه محبين من جميع البلاد اللي بيحبوه بيؤمنوا بأعماله الجليلة ومؤمنين بيه إن هو راجل قديس. كان بيساعد الكل، سواء كبير سواء صغير، محتاج، يتيم، أرمل. عمل الكتير للناس، عمل أشياء وعمل أعمال خير كتيرة جدا جدا. لما ترسم أسقف زادت أعباءه كمان، وحس إن هو مسؤول عن كل الفقراء والمساكين، وابتدى يبني بيوت للناس اللي ملهاش بيوت، وحتى الفقراء مكنهم من التجارة وإنهم يتاجروا ويكسبوا. وكمان بنى دور رعاية لليتامى. مفيش حد ما حسش ببركة هذا الرجل وخير هذا الرجل. عشان كده كان يطلق عليه سكان ماريا، كان بيقولوا عليه نيكولاوس رجل الخير، الراجل بتاع ربنا اللي بيعمل أعمال خير. وفي يوم من الأيام سيطرت حالة جوع شديدة على البلد. كانت الشمس حارقة جدا، أدت لتلف المحصولات، والمحاصيل الزراعية انتهت وتلفت. كمان المخزون من المواد الغذائية انتهى، ومفيش أي أكل أو أي شرب في البلد. يعملوا إيه؟ سمعوا بقى إن في سفينة مبحرة هتروح القسطنطينية، 3 سفن عليهم قمح. بس السفينة في طريقها للقسطنطينية رايحة للقيصر هترسو في مدينتهم. أول ما رسيت السفينة في مدينتهم، راح القديس نيكولاوس الأسقف نيكولاوس راح للبحارة وطلب من البحارة إن من كل سفينة من دول من ال3 يدوا له 100 وزنة قمح عشان الناس الجعانة. لكن البحارة اعترضوا، خايفين من القيصر، قالوا له ما نقدرش، لا يجب أن تنقص حبة قمح، فكل شيء موزون وكل القمح موزون وما ينقصش حباية. بعد كده بقى الأسقف نيكولاوس بصوت قوي رهيب، بصوت قوي، صوت قوي، قال لهم لن يضار القيصر، افعلوا ما أقول وثقوا في الرب. البحارة سكتوا وصمتوا وعملوا اللي قال لهم عليه بالضبط. أخذ القديس نيكولاوس القمح
القمح وابتدى يوزع على الناس المحتاجة من مدينته ومن القرى المجاورة للمدينة. كل الناس أخذوا من القمح وخبزوا وشبعوا وبقوا ممتنين جدا وشاكرين لعمل الله ومع القديس نيكولاوس. الغريبة بقى ان السفن الثلاثة وصلت بعد كده للقيصر وبيدخلوها مخازن القيصر. راحوا وزنوها بقى كلها المخازن، لقوا كل المحصول اللي جايبينه من قمح ما نقصش حباية. قالوا دي معجزة، ازاي ده احنا مدين 300 ميزان، ازاي ما نقصوش؟ مجدوا ربنا وجريوا وابتدوا يصلوا ويوقروا ويمجدوا في القديس نيكولاوس. القديس نيكولاوس توفى في 6 ديسمبر عن عمر 65 عام. بعد وفاته حصلت كتير من المعجزات. في أحد المرات جرفت عاصفة كبيرة إحدى السفن، فهم في لحظتهم خلاص القلاع اتكسرت والشراع اتكسرت، صرخوا قالوا انقذنا أيها القديس نيكولاوس، انقذنا أيها القديس نيكولاوس كما أنقذت الآخرين، انقذنا. في لحظات وقفت العواصف وهدأت الرياح وظهر القديس نيكولاوس ممسكا بمقود السفينة. كان هو اللي بيقود السفينة، وظهر حوالين القديس نيكولاوس قوس قزح من السماء إلى الأرض. طبعا انتوا عارفين قوس قزح ده علامة وعد الله للناس، علامة ان الله معانا وبيدينا الوعد ان الله معانا. اول ما رست السفينة واستقرت في المينا بتاعتها اختفى القديس نيكولاوس، فالناس بقى كلها طلعت تجري على الكنيسة تشكر ربنا وتمجد في اسم القديس نيكولاوس. لكن فجأة ظهر لهم صوت القديس نيكولاوس بيقول لهم مش أنا، ده إيمانكم ونعمة الله المعطاها لكم، نعمة الله المعطاها لكم. عشان كده دايما بنقول القديس نيكولاوس في ناس كتير بتتشفع بيه لغاية دلوقتي، والأرثوذكس عموما والكاثوليك أيضا بيتشفعوا بالقديسين. في ناس بتلومنا انتوا بتتشفعوا بالقديسين ليه؟ احنا بنتشفع بالقديسين لأن المسيح له المجد مجد قديسيه اللي ثبتوا على الإيمان واداهم وعد انهم هيتمجدوا لأنهم ثبتوا على الإيمان إلى المنتهى. عشان كده دايما بنتشفع بالقديس نيكولاوس. والقديس نيكولاس حارب هرطقة أريوس وبدعة أريوس، بل إنه في مجمع نيقية قاموا لطموا على وشه، ونتيجة هذا اللطم تم سجن القديس العظيم نيكولاوس، وببركة العذراء تم إنقاذه من هذا السجن. كمان القديس نيكولاوس اتعرض للتعذيب على ايد الامبراطور دقلديانوس عشان يترك المسيح، واتسجن واتعذب واحتمل، ولم يتم الافراج عنه الا بعد ان مات الامبراطور دقلديانوس وتولى الامبراطور قسطنطين الحكم. ربنا يرحمنا ويسندنا بشفاعة القديسين دائما، بركاتهم تكون معنا ومعكم امين. القصة دي طبعا أنا قريتها باللغة الألمانية، ترجمت كتير من الرواية من اللغة الألمانية، استعنت ببعض الصور من مصادر ألمانية. شكرا لكم وربنا يعيد عليكم الأيام بخير. كل سنة وحضراتكم جميعا بخير. دمتم في أمان الله. مع السلامة. دكتور وجيه رؤوف. مع السلامة.